السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم جبت لكم وصفتين تاع مملحات ساهلين خفيف، يتحضروا في وقت قصير، مكونات اقتصادية، بحشوات جدد وزاكيين. نتمنى انه الوصفتين تاعي ينالوا اعجابكم. الوصفة الاولى اللي هي كرواسون سالي. نبداو على بركة الله بالوصفة الاولى تاعنا. اول حاجه نجيب كاسرونه ندير فيها مغرفه زبده ولا مارغرين، ندير فيه ثاني نخليها تذوب مليح، ومن بعد نضيف حوالي مغرفه ونص تاع فرينه. نخلط المكونات هكذا مع بعضهم ونحطها على النار تتحمص باش تروح هذيك الريحه تاع المارغرين وتاع الفرينه، ومن بعد ندير عليها كاس حليب ونخلطها هكذا، ومن بعد نحطها على النار حتى تنعقد. كي تعقد لي مليح كيما راكم تشوفوا القوام تاعها كيفاه. هنا نضيف جبن، من الافضل يكون جبن طري ويكون الكو تاعو بنين باه تجي لا بيشاميل تاعكم الكو تاعها بنين. درت 2 مغارف كبار تاع جبن ونخلط هكذا المكونات مع بعضهم، ومن بعد شوفوا القوام، شوفوا القوام تاع البيشاميل تاعي كيفاه بزاف بنين. بعد نحطها في طبسي نخليها تبرد. من جهة أخرى نحضر معكم الحشوة الثانية، ثاني هي حشوة اقتصادية. عندي بيضة مغلية نكرازيها هكذا بالفرشيطة. هذه الحشوة جتني زكية وعمرت لي كمية معتبرة. ثاني ندير شوية زيتون أخضر وأي صوص عندك ولا مايونيز. أنا هنا درت صوص ألجيريان ودرت مغرفة صغيرة تاع فرماج. راكم تشوفوا فيها تبان كمية قليلة بصح جات بزاف زاكية، ودوك تشوفوا قد عمرت لي. وهنا عندي لاباط فيتي صنع منزلي، اللي تحب الوصفه تاعها تخلي لي في التعليقات وراح ان شاء الله ننزل لكم الوصفه تاعها. نبدا اول حاجه نحلها، ندير شويه فرينه ونبدا نحل في لاباط فيتي تاعي بهذه الطريقه. نقسمها على زوج، النص الاول نزيد نرقو مليح ونقطعهم هكذا مثلثات صغيره ونبدا نحشي فيهم. نجيب الحشوه تاع البيض اللي كنت درتها، شوفوا بسم الله ما شاء الله عمرت لي بسم الله ما شاء الله 8 حبات. قلت لكم ما يتبان الحشوه قليله بصح هي بزاف زاكيه. بيضه واحده شوفوا قد دارت لي. وهنا عندي شويه فلفل احمر كنت قليته يزيد بنه على بنه، حبيت نضيفه للحشو منه نكسر اللون ومنه يجي بزاف بنين. ونبدا نرولي فيهم ونسكرهم. قبل ما نسكرهم عندي هذه لمسه اختياريه، شرائح الجبن حبيت نضيفهم. تقدري تستغني عليهم ولا تقدري ديري جبن مبشور الى عندك، يجيب بزاف بنين كما راكم تشوفوا. وهنا خلاص نبدا نسكر فيهم، نشكلهم على شكل كرواسون، دي ميني كرواسون هكذا. وهاي ليكم الشكل تاعهم. نكمل نشكلهم. وبالنسبه للنص الثاني تاع العجينه درتهم ديك كرواسون يجيو شويه كبار. درت هذيك لا بيشاميل اللي كنت وجدتها معكم. وهنا اذا عندك شويه باتي ولا كاشير، انا هنا جبت شويه باتي رابيتو هكذا من فوق هذيك لا بيشاميل. درت شرائح تاع جبن وشكلتهم كالعاده. هادو جاو شويه كبار على الاخرين، وحشوة مختلفة ومغايرة وحشوتين اقتصاديتين راكم شفتوا. نكمل ثاني نشكل الحبات تاوعي حتى نخلص العجينة تاعي. هنا
خلاص بعد ما شكلتهم ودرتهم في بابي كويسون في الصينيه اللي حندخلهم للفرن، نجيب صفار البيض وندهن وجه هذوك حبة التبعي باهي ياخذوا اللون الذهبي، ونسخن الفرن مسخن مسبقا درجة الحرارة 180. وقبل ما ندخلهم للفرن نزينهم، اللي تحب دير سينوج، اللي تحب دير جلجلان، سينو تحبوا تخليوهم كيما راهم، وندخلهم قلت لكم حتى يحمروا ويكتسبوا اللون الذهبي الجميل ويطيبوا مليح. وهاي ليكم بعد ما خرجتهم من الفرن، شوفوا كيفاه الاحمرار والخفه، ما نحكي لكمش. ميم لاباط فيتي هذه بزاف بنينه وما تجيش مدسمه ومزبده. ننتقلوا للوصفه تاعنا الثانيه، هي بريك بحشوه جديده. يجي بزاف بنين ما ياخذش وقت، ووصفه يعني حشوه جديده. اول حاجه عندي ورق ديول، عندي بيض، معدنوس، وطون. اول حاجه درت شويه صوص طوماط، وعندي شويه فلفل مقلي ثاني، عندي شويه دجاج ثاني كنت طيبته من قبل، درت به وصفه وقعد لي الدجاج، وعندي شويه طون كيما راكم تشوفوا، ودرت ثاني شويه فرماج اللي قعد لي من لاصوص بيشاميل. ندير المعدنوس، انا نشتي بزاف المعدنوس في البريك، ونكسر بيضه في النص ونسكرهم بهذه الطريقه. من الافضل تدوبليو الورقه تاع الديول، ما ديروش ورقه واحده، ديروا زوج باه ما يتفتح لكمش وما يطرى لكمش، يعني ما يطرى لكمش الورقه من الحشو. كالعاده صوص طوماط، شويه فلفل مقلي قشرته وقطعته، عندي كميه ثاني من الدجاج، وعندي شويه طون، وندير ثاني شويه من الفرماج قلت لكم اللي كان بقى لي من لاصوص بيشاميل. سينو الا قعدت لكم لاصوص بيشاميل ثاني تقدروا ديروها. وعندي البيضه تاعي نكسرها في الوسط، ونبدا بشويه معدنوس ونروليهم هكذا، نسكرهم ونسخن الزيت ونبدا نقلي فيهم بشويه. لازم تعسوهم لانه اصلا ما ياخذوش وقت كبير بزاف، يجي تحمر الجهه الاولى نقلبوهم ونخليوهم يطيبوا على نار متوسطه، ماهيش هادئه بزاف وماهيش زايده بزاف. كنتو زايده بزاف يتحرقوا، كنتو ناقصه بزاف يشربوا لك بزاف الزيت. لازم نار متوسطه وتعسيهم. وها ليكم البريك تاعنا بعد ما طاب. شوفوا البيضه كيف تجي مروبه ويجي بزاف بنين. نتمنى ان الوصفتين ينالوا اعجابكم وتجربوهم. ما تنساوش تخليوا لي تعليقات على الوصفه واش هي طيبه.